يعني احنا بالنسبة لنا كفلسطينيين نرفض هذه الاتفاقية ونرفض هذه الخطوة من جانب الإمارات على المستوى الرسمي وعلى المستوى الشعبي، ونستهجنها ونرى فيها خروجا على الإجماع العربي وخروجا على الأعراف التي تسود العلاقات، ونرى فيها أيضا طعنة في ظهر الشعب الفلسطيني، ونرى فيها أيضا خيانة للقضية الفلسطينية وللمسجد الأقصى ولمدينة القدس. لم نكن نتوقع أن تقدم دولة كالإمارات على خطوة تطبيع مجاني لعلاقة مع الاحتلال الإسرائيلي الذي يحتل أرض عربية ويحتل شعب فلسطيني ويدنس القدس والمقدسات يوميا. مثل هذا التطبيع للعلاقة مع الاحتلال الإسرائيلي هو بمثابة مكافأة له، وهو لا يستحق هذه المكافأة من دولة عربية بتطبيع هذه العلاقات التي سوف تفتح المجال لتعاون اقتصادي، تجاري، استثماري، استخباري، أمني ما بين البلدين. نحن كفلسطينيين سوف نستمر في مشروعنا النضالي وفي برنامجنا السياسي الهادف إلى إقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، بغض النظر عن هذه الخطوة الإماراتية التي من وجهة نظرنا لن تقدم ولن تؤخر في مسيرة شعبنا وفي إطار الجهود الهادفة إلى تحقيق الحرية والاستقلال. من الواضح أنه الاتصالات ما بين دولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل هي ليست وليدة الصدفة. واضح أنه هناك علاقات كانت متواصلة من تحت الطاولة وعلى مدار سنوات طويلة. كان لدينا معلومات وكنا نتابع هذه المسألة ونرصد هذه الاتصالات وهذه الزيارات المتبادلة أيضا وعلى مستوى عالي، ولكن بالحقيقة لم نكن نتصور أنه يمكن أن يتم التتويج هذه العلاقات السرية بينهما بهذا الشكل الفج وبهذا الشكل الذي فيه تجاوز لكل الأعراف. أما لماذا الآن بالذات؟ فواضح أن هذه الخطوة تمت بناء على ضغط أمريكي وبناء على طلب أمريكي لاعتبارات تتعلق بالانتخابات الأمريكية. الرئيس ترامب يريد أن يقدم نفسه كصانع سلام وحقق إنجاز كبير في مرحلة ما قبل الانتخابات الأمريكية، وواضح أن هذا لعب دور كبير في اختيار التوقيت الذي تم فيه إخراج هذه العلاقة السرية إلى العلن. هذه العلاقة نحن كفلسطينيين لن نستفيد منها، الإمارات نفسها لن تستفيد منها، الحالة العربية والحالة الإسلامية لن يستفيدوا منها. المستفيدين من هذه العلاقة هم فقط إسرائيل نتنياهو والولايات المتحدة ترامب. علينا أن ندرس المتغيرات التي تتم وتجري في العالم العربي. واضح أن هناك متغيرات كبيرة تحتاج إلى دراسة متأنية، لأنه سيكون لها انعكاسات على السياسات العامة، بما في ذلك انعكاسات على صعيد القضية الفلسطينية. نحن كفلسطينيين سوف نتوقف مطولا عند هذه الخطوة الإماراتية ونجري مراجعة ونجري تقييم للحالة في العالم العربي لصياغة استراتيجية تتناسب مع هذه المعطيات وتتناسب مع هذه المتغيرات. وهذا المساء في الساعة 7 مساء سيكون هناك اجتماع هام للقيادة الفلسطينية بحضور كافة الأحزاب والفصائل الفلسطينية بهدف البدء في دراسة وتقييم هذه المستجدات التي طرأت في المنطقة العربية. واضح أنه حالة الضعف الموجود الآن في العالم العربي
عكست نفسها بشكل أو بآخر على الجامعة العربية وعلى أداء الجامعة العربية. وواضح أنه حالة الضعف في العالم العربي الآن تستغل جيدا من جانب أعداء الأمة العربية إسرائيل والولايات المتحدة، لاعتقادهم بأن هذا هو الوقت المناسب لتمرير الصفقات المشبوهة الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية، وعلى رأس هذه الصفقات صفقة الكرم. نحن نثق في الشعوب العربية، نثق في صلابة موقف الشعوب العربية وفي احتضان هذه القضية الفلسطينية، ولذلك نرى أهمية أن تأخذ هذه الشعوب دورها من أجل إعادة تصويب الأمور في الأمة العربية. ونعلم أن كثير من مواقف الحكومات في الدول العربية هي لا تعبر بالضرورة عن نبض الشعوب، بما في ذلك في الحالة الإماراتية. فالشعب الإماراتي لم يستفتى على مثل هكذا اتفاق ولم يؤخذ برأيه فيما يتعلق بتوقيع اتفاقية سلام مع إسرائيل أساسا. يعني لا شك أنه الإدارة الأمريكية كونها هي من يتبنى هذا الموضوع وهي من يحمل لواءه، هي تمارس مع دول العالم أساليب ترغيب أحيانا وأساليب ترهيب أحيانا، وللأسف ليس كل الدول لديها الشجاعة والجرأة لكي تقف في وجه الولايات المتحدة لتقول لها لا. ولكن في الحالة التركية يعني ومن خلال علاقتنا الثابتة والراسخة والقوية مع تركيا، دائما ما نثق في حكمة القيادة التركية ونثق بصلابة الموقف التركي الذي ينبع أساسا من الحرص على مصالح الشعب الفلسطيني وعلى مصالح الأمة الإسلامية. لذلك كفلسطينيين رسميا وشعبيا نظرنا باحترام شديد للموقف التركي الرسمي والشعبي المناهض لتطبيع العلاقة الإماراتية الإسرائيلية، ونتشارك مع القيادة التركية في نفس الرؤية بأنه هذه الخطوة سوف تشجع إسرائيل على أن تمضي قدما في احتلالها للأرض الفلسطينية وفي ممارساتها غير القانونية وغير الأخلاقية بحق الشعب الفلسطيني. القيادة التركية والشعب التركي يمتلك الجرأة والشجاعة ليقولوا كلمة الحق دائما.